السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ أم عدنان. نتمنى هذا الفيديو لقاكم على خير وبخير وفي أحسن الأحوال. حلقة اليوم غادي نوجد معكم لي ماكارون بطريقة اللي سهلة ومبسطة، فإلا تبعتوا معايا الفيديو من الأول للأخير وطبقتوا الطريقة حرفيا أكيد غادي ينجحوا معكم وغادي يعجبوكم بزاف وغيعجبوا حتى وليداتكم. فما نطولش عليكم، ندوزو نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. بسم الله، عندي هنايا 80 غرام من البودره ديال اللوز، تقدروا تشريوها كجاهز اولا تاخذوه وتطحنوه في الدار. انا صراحه خديت اللوز ايفيلي وطحنته مزيان حتى رجع ليا بودر بحال هكا. غادي نحتاجو 80 غرام من سنيده، من الاحسن تكون رقيقه، وغادي نحتاجو 80 غرام من سكر ناعم اللي هو سكر كلاصي، و60 غرام من بياض البيض. بالنسبه لبياض البيض فانا فصلته ليله من قبل عن السفر وغطيته وخليته بات ليله كامله غير في المطبخ. وغادي نحتاجو قبصه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال الكاكاو اللي كتعادل 9 غرام. من الافضل الكاكاو تكون نوعيته جيده، كيعطينا واحد اللون زوين في الماكارون حتى المذاق كيكون زوين. غادي ناخذ واحد الاناء غادي نمسحو مزيان، يعني ما تكونش فيه حتى قطره ديال الماء. غادي نغربل ديك البودره ديال اللوز. فهاد البودره ديال اللوز راه كتباع جاهزه، وحتى اللي كتكون خاصه بلي ماكارون كتباع في المحلات اللي كيكونوا خاصين بلوازم الحلويات، ولكن من الافضل انكم تاخذوا اللوز وتطحنوا بيديكم. فاذا كنتوا بغيتوا ديروا الماكارون ديال الشكلاط، اللوز واخا طحنوه بالقشره ديالو ماشي مشكل، لكن الا كنتوا غادي ديروا لي ماكارون بالالوان من الافضل انكم تاخذوا اللوز ايفيلي وتطحنوه مزيان. من بعد عاد كتغربلوه كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. كيف شفتوا معايا من بعد ما غربلت اللوز غادي نغربل حتى السكر كلاصي والكاكاو، وغادي نحاول انني نخلطهم مزيان مع بعضياتهم، ونحاول نضغط بالمعلقه وما نخلي حتى شي حبيبات. هنا من جانب اخر غادي ناخذ واحد الاناء، غادي نحاول انني نمسحو مزيان يعني يكون ناشف، وغادي نضيف عليه داك البياض ديال البيض، وغادي نضيف داك القبصه ديال الملحه، وغادي نحاول انني نطربو مزيان. وانايا كنضيف السكر تدريجيا، ما تضيفوش السكر كله في مره واحده، يعني ما تضيفوش في الاول مع البيض كامل، لان هذا المرانغ غادي يجيكم بيه. من الافضل انكم بقاو كتطربوا وتضيفوا السكر شويه بشويه. صافي كتستمروا في التطراب حتى كيتغير لكم اللون ديال البيض، كيرجع بيض بحال الكريمه، وكيكون وقف يعني كيبدا يدير لكم هذا المنقار اللي كتشوفوا معايا. من بعد غادي نضيف عليه داك النواشف اللي كنا خلطنا مع بعضياتهم ديال اللوز والسكر كلاصي والكاكاو. غادي ناخذ واحد سباتيل وغادي نحاول انني ندير هذه العمليه هذه. غادي نبقى كندور وكندخل في الوسط، كندور وندخل في الوسط بهذا الشكل هذا حتى نبدا نهز داك الخليط وما يكونش كيتقطع ليا، يعني كيهبط خط واحد. حاجه نبغي ناكد عليها هو انكم ما تبالغوش في التخلاط بزاف ولا تخلطوا بشي طريقه عشوائيه باش ما يجراش لكم، لان هذا الخليط الا كان جاري بزاف فراه ما غاديش ينجحوا لكم لي ماكارون. صافي غادي ناخذ واحد البوش، غادي ندير فيه واحد القمع اللي دائري يعني سامبل، ويكون الراس ديالو شويه صغير، وغادي ندير فيه هذا الخليط. هنا عندي الطابي ديال السيليكون اللي خاصه بلي ماكارون. غادي نحاول انني نخرج الخليط وندور بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. طريقه واضحه في الفيديو اكثر من الشرح. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل الكميه ديال الخليط اللي عندي كامله. ومن بعد هنا غادي نبدا كنخبط هذيك اللاطه مع سطح العمل باش يخرج ليا داك الهواء اللي كاين في الخليط. هذه مرحله اختياريه. كناخذ شويه ديال الكاكاو كنحاول نحطوه في الوجه ديال لي ماكارون، فكتبقى غير مرحله تزيين وصافي. صافي هنايا من بعد غادي نحاول نخليهم في شي بلاصه اللي تكون ناشفه، غادي نخليهم حتى ينشفوا ليا مزيان تقريبا ساعه، وكل ما خليتهم من الاحسن يعني حتى ينشفوا لكم مزيان. غادي نوريكم الشكل ديالهم من بعد. دابا غادي ندوزو باش نحضروا الكناش بالشكلاط الاسود. عندي هنايا 100 ملي اولا 100 غرام من الكريمه السائله. غادي نديرها في واحد الكاسرون وغادي نخليها فوق النار حتى تسخن ليا مزيان. من بعد غادي نضيف عليها 100 غرام من الشوكولاته السوداء، من الاحسن تكون نوعيتها جيده وتكون نسبه الكاكاو فيها يعني من 50% للفوق. غادي نخلطها مع ديك الكريمه مزيان حتى غادي يذوب ليا داك الشكلاط. من بعد غادي نغطيه بواحد البلاستيك الغذائي اللي يكون ملامس للوجه ديال الكناش، وغادي نخليوه في الثلاجه حتى يبرد ليا مزيان. وإلا ما كانش عندكم الوقت ديروه في المجمد. دابا غادي ندوزو باش نحضروا الماكارون باللون الوردي. عندي هنايا نفس المكونات ونفس القياس اللي عطيتكم في المره الاولى، غير هنايا عوض الكاكاو غادي نديروا الملون الاحمر مع العصير ديال الحامض. كيف كتشوفوا معايا غادي نمشي بنفس الطريقه اللي شفتوا معايا المره الاولى، غير من الاحسن انكم الصفايه اللي تغربلوا فيها المكونات تكون رقيقه باش كتهبط غير البودر. الا بقاو شي حبيبات الفوق راه كنحيدوهم يعني ما كنستعملوهمش.
صافي هنا غادي نخلط داك اللوز والسكر كلاصي مع بعضياتهم. غادي نخلي لكم المكونات كاملين مكتوبين في صندوق الوصف. هنايا غادي ناخذ معلقه صغيره مع مراش كيف كتشوفوا معايا من عصير الحامض، وغادي نحاول نخلطو مع داك الملون الاحمر. فبالنسبه للملونات تقدروا تستعملوا الملون اللي كيكون جيل او لا بودر، ما تستعملوش غير الملون اللي كيكون سائل. ولا بغيتوا الملونات اللي كيكونوا خاصين بلي ماكارون راه حتى هما كيكونوا كيتباعوا. انا كمتوفر عندي هذا الملون خاص بالشكلاط فهو اللي استعملت. هنا كيف كتشوفوا معايا راه بنفس الطريقه الاولى كندير بياض البيض، قبيصه ديال الملحه، وكنضيف السكر تدريجيا. كنعاود معكم المراحل غير باش تشوفوا معايا الطريقه مزيان. فبالنسبه للملون تقدروا تستعملوا في هذه المرحله الا كان عندكم جيل، لان الا استعملتوا بودر يقدر ما يذوبش لكم، يقدر يبقى محبب وسط المورانغ. داكشي علاش من الافضل ديروه مع شويه ديال عسل الحامض. غير تبعوا الطريقه كيف ما كتشوفوها، لان عسل الحامض راه كيفشوا معايا معلقه صغيره مع مراش، تقريبا نص معلقه صغيره، لان الا كثرتوا من عسل الحامض غادي يطيح لكم هذا المورانغ وما غاديش يصدقوا معكم لي ماكارون. يعني من الافضل انكم تبعوا الطريقه كيف ما كتشوفوها معايا. هنا كيف ما كتشوفوا ضفت داك الملون وغادي نخلطو غير شي شويه، يعني ماشي بزاف لان مازال غادي نخلط داك المورانغ باش ما ينزلش ليا القوام ديال البيض. كيف قلت لكم كنخلط غير شويه واخا ما ندخلش داك الملون بزاف، من بعد راه غادي يعطي اللون ديالو. هنايا غادي نضيف دوك النواشف اللي خلطت مع بعضياتهم ديال اللوز والسكر كلاصي، وغادي نبدا كنخلط بنفس الطريقه اللي شفتوا معايا في المره الاولى. يعني كندير هاد الحركه دائريه وكندخل الوسط حتى كنحصل على هاد القوام اللي قلت لكم ما كيكونش كيتقطع. الا كنتو كتهزوا السباتيل والخليط ديالكم كيتقطع، هادشي كيعني ان الخليط ديالكم مازال خصو يتخدم. صافي من بعد راه كيف شفتوا معايا درتو في واحد البوش، وغادي نستمر بنفس الطريقه اللي شفتوا معايا في المره الاولى. هنا غادي نخبط اللاطا سطح العمل باش يخرج ليا داك الهواء. حتى الا بانوا لكم شي فقاعات في الوجه ديال لي ماكارون كتحاولوا انكم تحيدوهم بشي كيغدو. صافي وغادي نخليهم حتى هما ينشفوا لينا مزيان تقريبا لمده ديال ساعه حتى ساعه ونص. كيف قلت لكم كل ما خليتوهم يشفوا مزيان من الاحسن. هنا غادي نحضروا الكناش بالشوكولاته البيضاء. عندي هنايا 80 ملي اولا 80 غرام من الكريمه السائله. غادي نخليها فوق البوطه حتى تسخن ليا مزيان. بعد غادي نضيف عليها 120 غرام من الشوكولاته البيضاء وغادي نخلطها مزيان حتى تذوب ليا كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نضيف شويه من الملون اللي درت في الماكارون، فاللون كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وغادي نحاول انني نطحنو مزيان بالميكسور باش يعطينا داك اللون، لان الا بقيتو كتخلطوه غير بالمعلقه هذاك الملون غادي يبقى محبب لكم لداخل وما غاديش يعطي اللون. مهم كتبقاو تضيفوا اللون تدريجيا حتى تحصلوا على اللون اللي بغيتو نتوما. وبالنسبه للملون ضروري خصو يكون خاص بالشكلاط باش ما يضيعش لكم هذا الكاناش. صافي من بعد غادي نغطيه بالبلاستيك وغادي نخليه في الثلاجه حتى يبرد ليا مزيان. هنا من بعد ما نشفوا ليا لي ماكارون كيف كتشوفوا معايا كتكونوا كتقيسوهم بيديكم ما كيكونوش كيلصقوا. في هذه المرحله راني سخنت الفران على 130 درجه من الفوق ومن التحت. الا كانت عندكم المروحه حتى هي كتخدموها، ملي كتدخلوا لاطا كطفيو الفوق كتحسبوا 5 ديال الدقائق وكتحيدوا المروحه حتى هي كتخليو غير لتحت اللي شاعل لمده ديال 10 ديال الدقائق. من بعد كتحلوا عليهم كتقيسون بيديكم. الا بانوا لكم قاصحين شادين في راسهم هادشي كيعني انهم طابوا. الا بانوا لكم باقيين كيمشيو يجيو يعني مازال خصهم شويه ديال الطهي. المهم المده ديال الطهي من 15 دقيقه حتى ل 18. هنا واخا فاتني الفيديو مهم راه كيف شفتوا معايا الكاناش ديال الشكلاط من بعد ما كيبرد كيرجع القوام ديالو عاقل. غادي نديروه في واحد البوش. والكاناش اللي درنا بالشوكولاته البيضاء من بعد ما برد لينا حتى هو يعني من 4 السوايع حتى ل 5 السوايع الا كان عندكم الوقت من الافضل يبات ليله كامله. ومن بعد غادي نطربوه حتى تعقد لينا شويه الكريمه كيف شفتوا معايا في الفيديو. صافي وغادي ندير هاد الكريمه في واحد البوش وغادي ندوز مباشره باش نعمر لي ماكارون من بعد ما طابو. كيف كتشوفوا معايا غادي نعمر في الوسط، يعني ما تكثروش الحشو بزاف باش ما يخرجش لكم. صافي وغادي نحط واحده اخرى فوق الكريمه كيف كتشوفوا معايا. راه الفيديو كيوضح كل شيء. غادي نخليكم تشوفوا الطريقه مزيان حتى في لي ماكارون ديال الشكلاط.
كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال لي ماكارون. من بعد ملي كديروا ليهم الحشو، من الافضل انكم تحطوهم في شي طاسه وتسدوا عليهم وتخليوهم 24 ساعه. من بعد عادي يمكن لكم تقدموهم. مهم نتمنى انكم تجربوا الوصفه وتنجح معكم. صراحه كيجيو غزالين لا في الشكل وحتى في المذاق. نتمنى الحلقه ديال اليوم تكون عجباتكم ويكون عجبكم الفيديو. بسلام عليكم، تلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده مع وصفه جديده في مطبخ ام عدنان.